السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في عشاق الريف المصري، عشاق الطبيعة، عشاق كل ما هو جميل، الناس اللي بتحب تتفرج على المناظر الطبيعية والتصميمات الجميلة جدا. طبعا الناس في الريف المصري بتعيش بطريقة جميلة جدا. سيبكم من مميزات الريف أو المدن أو العيوب اللي موجودة في الريف، لكن في مميزات حلوة جدا في الريف المصري. البساطة. زمان كانوا بيصنعوا الأفران من الطينة دي، ومن الطينة دي بيصنعوا منها بيوت للحمام، بيوت للأرنب. يعني دي كده سراديب للأرنب. ممكن أوريكم عينة من الأرنب اللي موجود هنا جوه، بحيث إن انتوا تستمتعوا بالمشاهدة. تمام ده اهو زي ما انتوا شايفين كده. ده أرنب بلدي من نوع الأرنب البلدي. هنخليه جوه كده عشان برضه حرام. المكان ده بقى مميزاته إنه بيبقى بارد على الحيوانات. تمام. دي تصميم لبيوت الأرنب. بتربي تربية بسيطة بدون تحصينات. الأكل اللي بيفيض عندك في البيت بيرموه، يحطه قدام الطائر، واكل كويس، ما انت بتاكل منه، بس هو فاض منك انت كانسان. وهنا طبعا ده الرقش بيستخدموه في بناء الافران زمان، والكانون، والاكل على الكانون. زي المحشي كان بيطلب دايما على القانون. ليه اضرار، مضر للبيئه، بس كان جميل. ممكن تلقي نظره كده على تحس الاشجار من فوق في قلب الريف المصري، والمآذن. الجو ده مش بتلاقيه غير في مصر. اجمل جو تشوفه في حياتك. تمام. تعالوا بقى اخدكم جوله بقى في بعض التصميمات، الناس ازاي بتصمم حاجات بسيطه جدا. زي ما انتم شايفين كده، دي تصميمات للتربيه، وفي ناس ما بتعملش التصميمات دي اصلا. في ناس بتربي كده، بترمي الحاجه وتربي. ودي طبعا سراديب، ممكن اي حاجه تبيض فيها وتولد فيها. هتلاقي دايما ان الناس بتستخدم دايما التبن والرقش في الحاجات البسيطه، بدون تكاليف وبدون اي شيء. تمام. تلاقي الحاجة فيها خير والحاجة فيها بركة. طبعا ده كده يعني تربية على السطح، سطح البيوت الريفية في مصر. لكن انت بقى لو عندك ارض بتربي ببيت ارضي يكون افضل. تمام. يكون افضل طبعا في التربية. فاهمني؟ فانت ربي، ارجع لايام زمان، ربي بالتربية البسيطة، الامكانيات اللي موجودة. استمتع بالحاجات اللي موجودة في مصر، كجو، كطبيعة، ككل حاجة تلاقيها موجودة. عكس في اماكن ما فيهاش الاجواء دي، ما فيهاش الاكسجين اللي موجود في الريف المصري. تمام. وانتظروا في يوميات عبد الله في الريف. دي اول يوميه ننزلها ان شاء الله. ننزل لكم يوميات في الريف كتير جدا، واجمل واروع من كده بكتير، وجولات هتستمتع فيها جدا معانا. وختاما، اعمل اترك اثر جميل، قلب او لايك او تعليق، واسأل على اي حاجة هتلاقيها ان شاء الله موجودة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.